أطفالنا هم أعز حاجة عندنا، واللي نزلنا في 25 يناير علشان نوفر لهم مستقبل أفضل، ورفضنا نسلم لانقلاب عسكري غاصب علشان ما يعيشوش في الذل اللي عشناه أيام المخلوع مبارك. لكن المفاجأة إنهم كانوا أرجل مننا وأظهروا صمود بطولي في مقاومة الانقلاب ورفض الظلم والثبات على المبدأ رغم التعذيب والقهر اللي شافوه على أيادي ميليشيات السيسي. الوقت اللي سيادتك قاعد بتتفرج فيه على الفيديو ده فيه أكتر من 1253 طفل معتقلين في سجون الانقلاب، متوزعين ما بين سلخانات رعاية الأحداث زي المؤسسة العقابية في المرج وبولاق وعين شمس وكوم الدكة في اسكندرية والشرقية، ده غير أقسام الشرطة ومديريات الأمن المختلفة أو معسكرات فرق الأمن المركزي. منهم 78 طفل في اسكندرية اتحكم عليهم من قضائنا الشامخ بالسجن من 2 ل5 سنين، كل ده علشان مسكوا طبلة وهتفوا الرفض قتل زمايلهم واخواتهم. أصل السيسي مصمم يقضي على حاضر ومستقبل البلد دي، ده غير اللي خرجوا من سجون الانقلاب ولسه برضه مكملين في كل شوارع مصر. في الفيديو ده هعرض لك لقطات سريعة للي بيتعرض له أطفالنا داخل سجون الانقلاب، واللي أبرزها سجن المؤسسة العقابية في المرج، ودي تقدر تقول عليها سلخانة بمعنى الكلمة. طبعا مش هتكلم على مكان الاحتجاز اللي ما ينفعش يعيش فيه حتى الحيوانات ولا فكرة الحرمان من الحرية أصلا. أنا هقول لك إن أفضل أطفال في مصر من حفظة القرآن الكريم والأزهريين والمتفوقين بيتحكم فيهم شوية أطفال جنائيين من اللي محكوم عليهم في جرائم قتل وسرقة وإدمان، واللي هم أصلا برضه ضحية فساد حكم العسكر على مدار السنين اللي فاتت. أما برنامج الأطفال جوه فمش هتصدق، المساجين الجنائيين بيجبروا الأطفال المحتجزين على ذمة قضايا سياسية إنهم يقعدوا مقرفصين طول النهار ووشهم في السقف، وممنوع أي واحد يتكلم أو يبص للي جنبه. يعني الأطفال بيشوفوا بعضهم في الزيارة زي ما بيشوفوا أهاليهم بالظبط. ومش هقولك إنهم بيبقوا محشورين أكتر من 35 طفل في زنزانة أقل من 20 متر ومن غير غطا. أما النوم فده بالدور، حتى أبواب دورات المياه مش مسموح لهم يقفلوها وهم بيقضوا حاجتهم. لو اعترض الطفل على أي حاجة يتقدر وتتمنع عنه الزيارات والأكل وتتحرق هدومه ويخلوه يزحف في الحمامات ويرقص غصب عنه على أغنية تسلم الأيادي. ولو رفض يتقدر حفلات التعذيب في انتظاره، يعني ضرب وتعليق في السقف وكهرباء وإهانة وشوية حاجات بسيطة كده خلفت أكتر من 50 إصابة بكسور وجروح بين الأطفال. أما الصلاة فدي بمزاج المسجون الجنائي اللي ماسك العنبر، يعني ممكن يمنع الكل من الصلاة أو يجبر الكل إنه يصلي حتى المسيحيين منهم، وده حصل مع 3 أطفال مسيحيين في المؤسسة العقابية. ده غير الأغاني الهابطة اللي شغالة ليل ونهار علشان الأطفال ما يعرفوش يقروا قرآن أو يذاكروا، ده يعني لو حنوا عليهم أصلا وسمحوا لهم يمسكوا المصحف أو سابوهم يمتحنوا في السجن. ومش هتتخيل طبعا إن في قلب بشري ممكن يمنع طفل مصاب بالغدة النكافية أو بدور برد إنه يتعالج، وده اللي سبب انتشار الأمراض بشكل كبير بين الأطفال ووصلت ل40 حالة مرضية. طبعا ده غير الأمراض الجلدية اللي ناتجة عن قلة النظافة في أماكن الاحتجاز، بالإضافة إن بعضهم بيعاني أصلا من أمراض مزمنة ومحتاج رعاية خاصة. كل ده كوم، والاعتداءات الجنسية على الأطفال كوم تاني، واللي بتتم على إيد أطفال جنائيين بأوامر ضباط السجن علشان يكسر كل حاجة حلوة جوه الطفل ويطلعوه مدمر نفسيا. ومش كده وبس، ده كمان لو الأهل اعترضوا على تعذيب عيالهم بيتعمل لهم قضية ويترموا في السجون وما يشوفوش عيالهم أصلا، أو يتضربوا بالخرطوش ويتقبض عليهم زي الحرامية. وده اللي عمله ناصر العبد مدير مباحث اسكندرية السابق وحكم دار مطروح الحالي لما أولياء الأمور رفضوا ترحيل أطفالهم من سلخانة كوم الدكة لسلخانة العقابية السنة اللي فاتت. ده طبعا بخلاف عمليات التفتيش المهينة والشتيمة خلال زيارة أولياء الأمور لأطفالهم سواء في العقابية أو كوم الدكة أو أي سجن في مصر. ومش هنتكلم عن المصاريف اللي تقطم الوسط، كل اللي فات ده دفع أطفال كتير إنهم يضربوا عن الطعام، زي الطفل محمد عبد اللطيف من البحيرة المعتقل واللي عنده 13 سنة، وغيره كتير من الأطفال. طب احنا بنقول الكلام اللي فات ده كله ليه؟ بنقول الكلام ده علشان حضرتك وحضرتك تحطوا نفسكم مكان أب أو أم ابنهم غايب عنهم ومحبوس مع جنائيين ومتشردين. يا ريت بعد الكلام ده بلاش تسكتوا، لأنكم لو سكتوا الدور هيجي عليكم، ويا إما هتلاقوا ابنكم محبوس يا إما هتلاقوه متفحم في أتوبيس، وبرضه هيقولوا عليكم إرهابيين ومن أعداء الوطن والجيش.